بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بأصدقائي وطلابي طلاب المرحلة الإعدادية. أهلا وسهلا بجميع أصدقائي على قناتي على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله أنا جاي هشرح درس عن قسم الجغرافيا في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي. درسنا اليوم بعنوان أشكال الأرض وأبعادها. جميعنا نعلم منذ كنا صغار أن الأرض كروية الشكل، ولكن ظهرت دراسات في آخر كام سنة تقول لنا أن الأرض ليست كروية بل الأرض مسطحة. طيب، هنعمل مقارنة بسيطة جدا في درسنا اليوم ما بين كروية الأرض وسطحية الأرض لكي نعلم ما هي النظرية السليمة بينهما. طيب، الأرض دلوقتي لو كروية الشكل، إيه النتيجة اللي هتترتب عليها؟ النتيجة اللي هتترتب عليها إن الشمس لما تيجي تسقط أشعتها مش هتسقطها على الأرض كاملة، يعني الأرض كلها مش هتبقى نهار مرة واحدة، والأرض كلها مش هتبقى ليل مرة واحدة، وده بيدينا نتيجة تعاقب الليل والنهار. طيب، تاني حاجة إيه؟ تاني حاجة إن الشمس لما بترسل أشعتها بترسلها بزوايا مختلفة، يعني درجة حرارة افريقيا مثلا مش زي درجة حرارة اوروبا، مش زي درجة حرارة اسيا، مش زي درجة حرارة امريكا. فالشمس لما بترسل اشعتها بترسلها بزوايا مختلفة بحيث انه يحصل تنوع في المناخ، ويحصل تنوع في النباتات، وتنوع في البيئة اللي الناس عايشة فيها، وتنوع في الحيوانات، وتنوع في الجنس البشري عموما. دي نتائج نظرية الأرض الكروية. يعني لو جاب لي سؤال كده قال لي ما النتائج المترتبة على كروية الأرض، أقول له سقوط أشعة الشمس على أجزاء من سطح الكرة الأرضية دون غيره، وإرسال أشعة الشمس بزوايا مختلفة، وده بينتج لي أو وده بيديني تنوع في المناخ، تنوع في النباتات، تنوع في الحيوانات، وتنوع في الجنس البشري عموما. طيب، نيجي لنظرية الأرض المسطحة. لو الأرض بتاعتنا دي كانت مسطحة، يعني حتة واحدة كده، إيه اللي كان هيتم أو ما هي النتائج المترتبة على كده؟ أشعة الشمس لما تيجي تسقط هتخلي الدنيا كلها نهار. طيب، جيات الشمس مشت هتبقى الدنيا كلها ليل. حاجة تاني، الشمس هناك في القرى في نظرية الأرض الكروية بتسقط بنسب أو بزوايا مختلفة، لا هنا الشمس هتسقط بزاوية معينة على كوكب الأرض، وده طبعا مش هيديني تنوع في المناخ. مش هقدر أعيش الفصول الأربعة، مش هقدر أعيش شتاء، مش هقدر أعيش صيف، مش هقدر أعيش ربيع، مش هقدر أعيش خريف. ليه؟ لأن الشمس ترسل أشعتها بزاوية معينة تسلط على الأرض مرة واحدة. طيب، إما المناخ ما يتنوعش، إيه النتيجة اللي هتترتب على عدم تنوع المناخ؟ هيترتب عدم تنوع الزراعة، عدم تنوع الحيوانات، عدم تنوع الجنس البشري نفسه. الجنس البشري ربنا سبحانه وتعالى خلقه متكيف مع البيئة اللي هو بيعيش فيها، يعني استحالة اجيب سكان القاره الافريقيه اعيشهم في اوروبا. سكان القاره الافريقيه عايشين متعودين على درجات الحراره العاليه، مش هوديهم يعيشوا في اوروبا اللي هم متعودين اوريدي على درجات الحراره المنخفضه. وبالتالي مش هقدر برضو ان انا اجيب سكان القاره الاوروبيه اللي هم متعودين على الدرجات المنخفضه ارميهم في القاره الافريقيه اللي هم متعودين على درجات الحراره العاليه. فنظرية الأرض المسطحة
تجبرني ان انا اعمل كده، وده خلاف الطبيعة وخلاف ما خلقنا الله سبحانه وتعالى عليه. دي كانت مقارنة بسيطة بين كروية الأرض وسطحية الأرض. طيب تعالوا نشوف مع بعض أبعاد الأرض. أبعاد الأرض لما جم العلماء عملوها عبارة عن قطرين: القطر الاستوائي والقطر القطبي. القطر الاستوائي أكبر من أو أطول من القطر القطبي. ليه القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي؟ أو إيه نتيجة إن القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي؟ هقول له نتيجة كده إيه؟ إن الأرض أصبحت غير كاملة الاستدارة، يعني الأرض ما بتاخدش الدايرة بتاعتها كاملة. ليه الأرض ما بتدورش الدايرة بتاعتها كاملة؟ لأن نتيجة ذلك إن الأرض أصبحت منبعجة قليلا عند خط الاستواء ومفلطحة من الجانبين، وبذلك مش هتقدر تاخد الدايرة بتاعتها بالكامل. ده بالنسبة للقطب الاستوائي والقطب لأبعاد الأرض، اللي هي القطر الاستوائي والقطر القطبي. طيب اما نيجي لخطوط الطول ودوائر العرض، نظرا لاتساع كوكب الأرض قام العلماء برسم خطوط طول ودوائر عرض، وذلك لتسهيل دراسة سطح الأرض. يعني لما يجي يقول لي كده بما تفسر لماذا رسم العلماء خطوط الطول ودوائر العرض، هقول له على طول لتسهيل دراسة سطح الأرض. طيب هنشرح الأول مع بعض خطوط الطول. خطوط الطول هي أنصاف دوائر وهمية من القطب، تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. يعني خط الطول هيكون قاسم الكرة الأرضية بالطول زي الشكل اللي موجود هنا. ده كده اهو، ده خط الطول. هيقسم الكرة الأرضية بالطول من المحيط الشمالي شمالا حتى المحيط القطبي الجنوبي جنوبا. طيب خط الرئيسي من خطوط الطول دي أطلق عليه العلماء اسم جرينتش. لماذا أطلق العلماء على خط الطول الرئيسي اسم جرينتش؟ هقول له نظرا لمدينة جرينتش التي تقع جنوب لندن، والتي عقد بها المؤتمر الجغرافي الأول عام 1884 لتحديد خط الطول الرئيسي. طيب خط الطول جرينتش ده بيقسم لي الكرة الأرضية ازاي؟ قسم لي الكرة الأرضية إلى 360 خط، 180 خط منهم شرق الكرة الأرضية، و180 خط تانيين غرب الكرة الأرضية. تمام كده؟ تمام. طيب انتوا عملتوا مؤتمر وسميتوا الخط وقسمتوا لي الكرة الأرضية 180 خط شمال شرق و180 خط غرب. ليه ده كله؟ ايه أهمية الخطوط دي؟ خطوط الطول دي ايه أهميتها؟ أقول له أهميتها إنها حددت لي الموقع على سطح الأرض شرقا وغربا، عرفت أحدد المكان في شرق الأرض وغربها. طيب ايه تاني؟ قدرت تحدد لي الزمن، وقدرت تحدد لي فروق اختلاف التوقيت بين الأماكن على سطح الأرض. فالمدن اللي هي مرسومة على خط طول واحد هتلاقي توقيتها واحد، زي مثلا القاهرة في جمهورية مصر العربية والخرطوم في جمهورية السودان الشقيقة. دول هنلاقي توقيتهم نفس التوقيت. وهناك بعض المدن التي تقع على خطوط طول أخرى فهنلاقي مثلا التوقيت فيها مختلف، زي مثلا التوقيت ما بين القاهرة في جمهورية مصر العربية
ومدينة تونس في دولة تونس الشقيقة. طيب ايه اللي عدلي بكده؟ يعني ممكن يجي لي سؤال يقول لي بما تفسر اختلاف التوقيت على سطح الكرة الأرضية من مكان لآخر؟ ايه اللي نفسره بكده؟ نفسر كده بايه؟ اقول له بسبب دوران الارض حول الشمس من الغرب الى الشرق مرة كل 24 ساعة. يعني كوكب الارض بيدور حول الشمس عكس عقارب الساعة. عقارب الساعة بتدور كده، كوكب الارض بيدور كده. عقارب الساعة بتدور من الشرق للغرب، كوكب الأرض بيدور حول الشمس من الغرب إلى الشرق. طيب نتج عن كده إيه؟ يعني نتج عن الدوران ده إيه؟ نتج عن الدوران ده إن الشمس بتشرق على الأماكن الواقعة شرق خط الطول الرئيسي قبل المناطق الواقعة غرب. بمعنى، أبسطها لك خالص، بمعنى إن الشمس تطلع على اليابان قبل ما تطلع في أمريكا. الشمس بتطلع في اليابان قبل ما تطلع في أمريكا. يعني بمعنى آخر الشمس بتشرق أولا على الخطوط الشرقية وتشرق في الخطوط الغربية بعد غروبها من الخطوط الشرقية. كده تمام. يبقى إجابة السؤال تاني كده بالراحة. لو جه قال لي بما تفسر اختلاف التوقيت على سطح الكرة الأرضية من مكان لآخر، أقول له بسبب دوران الأرض حول الشمس مرة كل 24 ساعة من الغرب إلى الشرق. طيب ممكن يجي لي من الإجابة دي سؤال تاني يقول لي ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة؟ أقول له إيه؟ أقول له نتج عن ذلك شروق الشمس على الخطوط الشرقية للكرة الأرضية قبل شروقها على الخطوط الغربية. يبقى ده كده إجابة سؤالين في سؤال واحد. طيب فرق التوقيت قد إيه ما بين كل خط وخط؟ أنا عندي 180 خط في الشرق و180 خط في الغرب. إيه مدة التوقيت أو إيه الفرق في التوقيت ما بينهم الاتنين؟ الفرق في التوقيت ما بينهم الاتنين يعني كل خط وخط ما بينه 4 دقايق بالظبط. وكل ما نتجه للشرق هنزود 4 دقايق. يعني بمعنى ايه؟ ان الخط الاول في الشرق اللي هو بعد خط جرينتش على طول ما بينه وبين الخط الثاني 4 دقايق. طب انا عايز احسبها ما بين الخط الاول بعد خط جرينتش على طول للخط الثالث، هيبقى الفرق 8 دقايق وهكذا. يبقى بين الخط الاول والرابع 12، من الخط الاول والخامس 16، وهكذا لغايه ما نوصل للخط ال 180. طيب لما نيجي نحسبها الناحيه الثانيه في الغرب هننقص بقى 4 دقايق. هننقص 4 دقايق عن الساعة اللي موجودة في خط جرينتش نفسه. نمشي كده -4 -8 -16 -12 -16. يعني في الشرق هنزود ما بين كل خط وخط 4 دقايق، في الغرب هننقص ما بين كل خط وخط 4 دقايق. تمام كده. هنيجي بعد كده لدوائر العرض. ايه هي دوائر العرض؟ دوائر العرض هي دوائر وهمية أفقية ومتوازية غير متساوية تحيط بالكرة الأرضية. وعندنا 7 دوائر عرض على الكرة الأرضية. تبتدي من نقطة
دائرة عرض القطب الشمالي، ودي درجتها 90 شمالا. دي موقعها فين؟ موقعها أقصى شمال الكرة الأرضية. طيب نيجي للدائرة القطبية الشمالية، دي درجتها كام؟ درجتها 66.5 درجة مئوية. دي مكانها فين؟ شمال خط الاستواء. طيب نيجي لمدار السرطان، ده درجته كام؟ درجته 23.5 درجة مئوية. ده فين؟ ده برضو شمال الكرة، شمال دائرة الاستواء. نيجي لدائرة الاستواء نفسها، فاكرين لما قلت لكم ان خط الطول جرينتش ده درجته صفر وشماله 180 خط ويمينه 180 خط وشماله 180 خط؟ ده نفس القصة في دائرة الاستواء. دائرة الاستواء دي بقى درجتها صفر، ودي بتقع في منتصف الكرة الأرضية. يبقى فوقيها 3 درجات وهي في النص مركزها صفر. هنيجي للثلاث خطوط او الثلاث دوائر اللي تحتها بقى. الثلاث دوائر اللي تحتها اولهم هيبقى مدار الجدي. مدار الجدي ده درجته 23.5، ده بقى جنوب دائرة الاستواء. اعكس بقى وانت نازل، يعني الثلاث درجات اللي انا قلتهم فوق اعكسهم بقى وانت نازل. هنيجي للدائرة القطبية الجنوبية، دي درجتها اهي 66.5 درجة، ودي موقعها جنوب دائرة الاستواء. نيجي لآخر نقطة وهي نقطة القطب الجنوبي، ودي درجتها 90 درجة مئوية، ودي أقصى جنوب الكرة الأرضية. يبقى كده أنا شرحت لكم درجات دوائر العرض. هنيجي نشوف إيه هي بقى دايرة الاستواء. زي ما شرحنا خط جرينتش لأن هو مركز خطوط الطول، هنشرح بقى دائرة الاستواء لأن هي أساس أو مركز دوائر العرض. دائرة الاستواء بتعتبر هي أكبر دوائر العرض، وتقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، نصف شمالي ونصف جنوبي. ركزوا معايا، خطوط الطول تقسم الكرة الأرضية إلى قسم شرقي وقسم غربي. دوائر العرض تقسم الكرة الأرضية إلى قسم شمالي وقسم جنوبي. طيب القطب تقسم المسافة بين دائرة الاستواء وبين كل نقطتي القطب الشمالي والجنوبي إلى 90 درجة شمالا وجنوبا. زي ما انا قلت لكم هنلاقي النسب متساويه، بس دي تحت ودي فوق. يعني هنلاقي نقطه القطب الشمالي 90 درجه مئويه شمالا، نقطه القطب الجنوبي هنلاقيها بنفس الدرجه 90 درجه مئويه بس جنوبا. وده بيدينا انطباع ان دائره الاستواء تقع في منتصف الكره الارضيه تماما. طيب تصغر دوائر العرض تدريجيا كلما اتجهنا إلى الشمال، وتزيد كلما اتجهنا إلى وتنقص كلما اتجهنا إلى الجنوب، حتى تصبح مجرد نقطة عند كل من القطبين. بمعنى عشان ما تتوهوش مني، تصغر دوائر العرض تدريجيا كلما اتجهنا شمال وجنوب دائرة الاستواء حتى تصبح مجرد نقطة عند كل من القطبين. تمام كده؟ طيب هنيجي هديلكوا سؤال كده بس الذكي جاوبني عليه في التعليقات. مدار الجدي، مدار السرطان بيشبه في الدرجة بتاعته درجة الاتساع ودرجة الدرجة العرضية بتاعته بيشبه ايه؟ اقول لكم الاجابة بس برضو جاوبوني عليها. بيشبه مدار الجدي.
يعني هنلاقي مدار السرطان درجته 23 درجة مئوية، 23.5 درجة مئوية شمالا، وهنلاقي مدار الجدي درجته 23.5 درجة بس جنوبا. تمام؟ وبكده هنقدر نعمل مقارنتين بين نقطة القطب الشمالي مع نقطة القطب الجنوبي، والدائرة القطبية الشمالية مع الدائرة القطبية الجنوبية، ومدار السرطان مع مدار الجدي. كل دول هنلاقي النسب بتاعتهم متساوية، بس واحدة شمالا وواحدة جنوبا. كده تمام. طيب، زي ما شرحنا أهمية خطوط الطول للكرة الأرضية، عايزين نشرح برضو أهمية دوائر العرض بالنسبة للكرة الأرضية. دوائر العرض عادت على إيه للكرة الأرضية؟ بما تفسر أهمية دوائر العرض، هقول له تفيد في تحديد مكان الإنسان على سطح الأرض شمالا وجنوبا. تشترك مع خطوط الطول في تحديد مواقع المدن والبلدان. تستخدم في تقسيم الكرة الأرضية إلى مناطق حرارية والتعرف على أحوال المناخ من حيث درجة الحرارة والرياح والأمطار. كده جميل جدا. طيب، عايز أطبق خطوط الطول ودوائر العرض على بلدنا دي، على مصر. مصر فين موقعها من خطوط الطول وفين موقعها من دوائر العرض؟ مصر تقع بين دائرتي عرض 22 و 31.36 درجة شمالا، وبذلك لو حسبتها كده، لو طرحت الفرق، هنلاقي ان مصر بتشغل 9.5 درجة عرضية، وبتقع بين خطي طول 25 و 37 درجة شرقا. وبرضه لو طرحنا الفرق هنلاقي ان مصر بتشغل 12 خط طول، 12 في 4، يعني مصر فيها حوالي 48 دقيقة فرق بين سيناء والسلوم. كده وصلت 12 في 4 ب 48 دقيقة فرق بين رفح شرقا والسلوم غربا. طيب، ايه اللي بيمر بمصر من دوائر العرض تحديدا؟ اللي بيمر بمصر بيمر بيها مدار السرطان في اقصى الجنوب، والفارق في الزمن بين اقصى الحد الفلكي الشرقي، او زي ما قلت لكم اهو، اقصى الحد الفلكي الشرقي اللي هو رفح، واقصى الحد الفلكي الغربي اللي هو السلوم 48 دقيقة. دي مصر بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. وبكده أكون خلصت درسي النهاردة للصف الأول الإعدادي، وبالتوفيق للجميع، وانتظروني فيما هو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوني في الاشتراك والشير والاشتراك على القناة، وبالتوفيق للجميع بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.